السلام عليكم الاخوان الاخوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. الموضوع ديالنا ديال اليوم هو السكن. الناس اللي كيقلبوا على سكن او سكن، يعني ماشي الكراء، السكن بالنسبه للناس اللي بغاو يشريو. جبت لكم واحد الشقه رائعه كما كتشوفوا معايا. مكان سيكيريزي امن، مكان راقي نظيف، أقل ما يقال عنه رائع. بالنسبة للمكان اللي كنتواجدوا فيه لدابا، هو إقامة البساتين، موجودة في تمارة، طريق الفوارات. آه غندخلوا دابا الشقة ديالنا باش نتعرفوا على التفاصيل ديالها. شحال فيها، شحال مهم المميزات ديالها. كما شفتوا معايا، هذه هي دخله ديال الدار. هذا لا بروميي صالون، كما كتشوفوا الشكل ديالها بيان فينيسيون، بيان صراحه مصلوحه مزيان. الناس اللي سكنوا ساكنين فيها او اللي ساكنين فيها حاليا، فراهم خدموا عليها بزاف وخسروا عليها بزاف ديال الفلوس. كما كتشوفي معايا بلا ما نشرح لكم انا اكثر، الدار شارحه راسها، ما محتاجاش للشرح. كاين صالون، صالون في صالون، يعني صالون مقابل مع صالون. كما كتشوفوا معايا بنفس التجهيزات، بنفس الاصلاحات. يعني اللي غيدخل عليها ما غاديش يحتاج انه يصلحها نهائيا، مصلوحه مزيان ما تحتاجش الاصلاحات. هذه هي هذا الكولوار. كما كتشوفوا غنبداو باول حمام جا في الدخله. مصلوح مزيان، زليج، المرايات. يعني ما يحتاج شرح، هو شرح راسو براسو. كما كتشوفوا معايا، نقي، النقاء، النظافه، تجهيزات عصريه. غندوزو دابا لا كويزين او المطبخ اللي جاي داير، زوين، الشكل ديالو زوين، بيان ايكيبي، يعني من جميع يعني اي آلة ديال اي آلة الكترونيه غادي تحطوها هنا. يعني عندكم مكان كبير، ممكن ديروا فيها حتى الصالامونجي. دابا غنمشيو لاول غرفه، اللي هي اكبر غرفه في هاد الدار. فيها البلاكار كبير كما كتشوفوا معايا. كتحتوي ايضا على حمام لداخل الغرفه. كما كتشوفوا مصلوح مزيان، زليج، لاصاش. يعني ما تحتاجوش انكم تصلحوا هاد الدار، هذه مصلوحه مزيانه خوتي. وتتمن مناسب جدا بالنسبه للمقومات ديال هاد الدار هذه، فراه الثمن مناسب. هاد الاول غرفه فراه كتحتوي على بالكون اللي هو كبير، ممكن تنشروا فيه الحوايج. انتما غتشوفوا معايا وشوفوا كيطلع على مشمش مزيان. اولا بعدا الدار مشمشه مزيان من جميع النواحي، كتطلع على الشمس. شوفوا الهواء. قريبه هاد الدار لكل شيء، يعني قريبه لجميع المرافق. المرافق العموميه، المدرسه، مخبازه، كل شيء قريب لهاد الدار هذه. يعني ما غتحيروش الطريق. هي جات في شارع طارق بن زياد، شارع طارق بن زياد بالضبط، في طريق الفوارات. يعني قريبه لكم الكل شيء، ما تحتاجوش انكم تحيروا في انكم تشريو شي حاجه. المهم هذه هي الاول غرفه اللي وريتكم. غنمشيو لثاني غرفه، وحتى هي راها كبيره ما شاء الله. البيبان كما كتشوفوا الاشكال ديالهم زوينين. حتى الالوان هادئه زوينه باش مصبوغه الدار. حتى لا دوزيام شومبر حتى هي راه فيها البلاكار، يعني بلا ما تحتاجوا انكم تشريو بلاكار. الناس اللي سكنوا في هاد الدار كما قلت لكم خدموا على هاد الدار مزيان، صلحوها مزيان من جميع المقاييس. بالنسبه لباقي المعلومات ممكن انكم نعطيكم الرقم ديالي وتواصلوا معايا، وغادي نوصلكم بالسيده مولات الدار ونعطيكم المعلومات. هذا الحمام الثاني، فيه البنوار كما كتشوفوا. الحمام مصلوح مزيان، مزليج،
كل شيء لافابو، كل شيء مصلوحة الدار مزيان، ما تحتاجوش الاصلاحات. هذه لا تخوازيام شومبر، حتى هي بنفس الشكل. فيها البلاكار، كبيرة، صباغة، مقادة، فيها الشراجم، فيها البولات، فيها يعني كل شيء مصلوحة مزيان. هاد الدار سليج، كل شيء نقي، كلها نقية، ما تحتاجوش، ما تقدروا صراحة ما تلوم ما عندكم ما تقولوا عليها. دار زوينة واعرة. أه يعني حي راقي، جات في حي راقي، وعاد هي من الداخل واعرة كما كتشوفوها نتوما الناس حداكم. المكان راه كما كتشوفوا العساس، بيان سيكوريزي، امنه، قريبه لكل شيء، قريبه للمخبازه، قريبه لكافي، قريبه لاي حاجه، جميع المرافق العموميه. وكما قلت لكم الاخوان الاخوات، اللي بغى الرقم ديال السيده يتواصل معايا، او يكتب لي في التعليقات. انا غادي نكون راه الاشاره ديالكم باش نجاوبكم على اي استفسار. ومرحبا بكم، السلام عليكم.